أهلا وسهلا بيكم في قناتنا الجديدة غواص في بحر الفلك. معاكم رشا سامي. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن بشكل عام عن الخريطة الفلكية، واتكلمنا إنها بتتحدد بساعة الميلاد، وإني لازم أكون على علم بساعة ميلادي علشان أطلع خريطتي الفلكية اللي هي تمثل الهوية الشخصية للسمات العريضة للشخصية في كل المجالات. طيب، أهم حاجة علشان أقدر أعرف بيها تفاصيل خريطتي الفلكية اللي هي المفتاح الكي بتاعتنا، مش برجنا الأصلي، لأن برجنا الأصلي سهل جدا يتعرف، لأن بتاريخ ميلادنا من وقت الشمس كانت فين، فبرج الحمل، برج الحوت، برج الجوزاء كده. لكن اللي صعب شوية ومعقد إني أبقى متأكد من ساعة ميلادي، أنا اتولدت فين، الساعة كام، لأن كمان فين دي مهمة. في فرق توقيت، في بلاد بيبقى فيه فرق توقيت وبيكون مثلا توقيت صيفي، فلازم نزود 3 ساعات عن جرينتش، مش زي ما نبقى ساعتين، فبتفرق. تمام. فبرضه لازم ابقى عارف انا اتولدت فين، يعني في بلد ايه، انا اتولدت في مصر ولا كنت في اهلي ساعتها في اعاره في بلد خليجيه مثلا. الموضوع ده مهم. طيب، لو عرفت ساعه الميلاد ايه اللي هيتحدد؟ برج الصاعد، اللي هو انا موضوع حلقتنا النهارده. طيب، برج الصاعد ده هعرفه ان الشمس لما انا اتولدت، الارض وهي بتلف حوالين نفسها كانت واقفه عند الشمس في الوقت ده، كانت في برج معين تاني غير برجي الاصلي، وهي بتلف الارض حوالين نفسها. هو البرج ده مثلا هيعمل ايه؟ البرج ده صفاته كده خدها، يعني انا مثلا برجي الاصلي الاسد، بس برجي الصاعد مثلا الدلو. صفات الدلو دي هتبقى جزء كبير جدا في شخصيتي، 40% مثلا من شخصيتي دلو، لان هو دي الطريقه اصلا اللي هتعامل بيها مع الناس. هبقى غالب عليا صفات برج الدلو عن برجي الاصلي الاسد، بس الاسد انا الاساسي، يعني الاسد هو صفاتي الاساسيه اللي جوايا، الحقيقه اللي جوايا. لكن برضه هبقى واخد بنسبه كبيره جدا جدا في طريقتي واسلوبي من برج الدلو. هعمل ميكس كده في الخلاط ما بين برج الاسد وبرج الدلو، هطلع بيها جزء كبير جدا من شخصيتي. طبعا بقيه الحاجات هتتحدد بالبيوت وموضع الكواكب، بس انا بشرح البرج الصاعد هاخده احطه على برجي الاصلي واعمل ميكس، اعمل خلاط كده، هلاقي ان انا بيطلع لي شخصيتي بتوضح اكتر وصفاتي بتبان لي اكتر. انا هفهم بس ليه ساعتها انا ليه برج الاسد صاحبي اللي انا اعرفه في حاجات في بيننا مشتركه وفي حاجات مختلفه تماما. ليه؟ عشان هو برج الصاعد حاجه تانية خالص. في ناس برجها الصاعد هو برجهم الاصلي، دول اللي اتولدوا الساعه 4 للساعه 6 الفجر، من 4 ل 6 الفجر هيتحدد ان هو نفس برجه الصاعد، نفس برجه الاصلي هو برجه الصاعد. في الحاله دي مش هيلاقي صعوبه، هيلاقي نفسه صفاته اسد، حمل حمل، حوت، جوزاء، يعني هو واخد الصفات قوي بتاعت البرج، هتلاقوه شبه البرج قوي. ده واخد صفات البرج بالشكل ده عشان هو اتولد في الوقت اللي الشمس فيه بتطلع، اللي هي الفجر، فتره الفجر لغايه الشروق. تمام. ففي الحاله دي خلاص هو في برجه الاصلي. لكن بقيه الحالات واللي هي اكتر طبعا، اكيد اغلب الناس مش اتولدت في نفس الوقت، لا، هيبقى في معانا برج تاني هيخش معانا في شخصيتنا. المره الجايه هشرح لكم برضو اكتر ان حاجه اسمها بيقال عنها الغرب برضو في بعض الحالات، علماء الفلك بيقولوا حاجه اسمها برجك القمري. احسب برجك القمري. علميا مفيش حاجه اسمها برجي القمري، هو المره الجايه هشرح يعني ايه برجك القمري. علميا مفيش حاجه اسمها برج القمري، هو موضع القمر. المره الجايه ان شاء الله هنتكلم على موضوع موضع القمر وتاثيره برضو على شخصيتي هتكون ايه، يعني بان انا هجمع ده مع صفاتي بتاعت برجي الاصلي وبرجي الصاعد. كل مدى هقدر اعرف اكتر عن شخصيتي. ان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه ونتكلم على موضوع موضع القمر.